لا لا. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ تمام. تمام. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. قبل اي حاجه حضرتك بصي انا بنام على صوتك وحياه ربنا. يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك يا رب، كل سنة وانت والله طيبة يا رب. العظيم. وحضرتك طيبه يا رب. حضرتك بصي يعني انت بتحلي المشاكل بطريقه كده. ربنا يبارك لك والله الله ويجازيكي خير يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يكرمك. تمام. انا بصي يعني انا بلاحظ ان المشاكل كلها بتيجي لحضرتك بعد فوات الاوان. للأسف. يعني حضرتك انا متصله اهو قبل، يعني لسه احنا لسه على طب البر. يا مسهل يا رب، ان شاء الله خير خير ان اتفضلي. شاء الله. بص انا عندي اختي الصغيره ديت، عايزه اقول لك دي بنتي مش اختي، يعني انا يعني دايما شايله همها قوي قوي يعني في كل حاجه. يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي وفيها يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب اللهم امين. احنا بنتين يعني، بس يعني احنا بنتين، ما فيش حد تاني يعني. امم. تمام. هو جالها عريس، هي في كليه وكده، امم. فجالها عريس معاه دبلوم تجاره، فيعني سالنا عليه لقيناه محترم وشخصيه كويسه وكويس يعني، بس اهله كل ما نسال يقولوا اهله بخله وكده. اه يعني الناس اللي فاحنا قلنا سألتهم طب. قالوا كده. الناس اللي احنا سألنا عليهم قالوا ده اهله ناس يعني بخلة، وهم معاهم كتير اه قوي بس اه. بخلة. امم. تمام. بس ايه الواد مش زيهم، هم قالوا العريس ده مش زيهم بصراحة. تمام. تمام. فايه احنا قلنا خلاص طالما هو مش زيهم واخلاق بقى وبيصلي وكده ومش بيشرب بقى سجاير والحاجات دي، فقلنا ايه، هي هتتجوزه، هو مش هتتجوز اهله. انتي متجوزة؟ انا متجوزة امم. انا تمام. الكبيرة، هي اختي الصغيرة. امم. تمام. فلما سألنا بقى وكده فقالوا هو الولد مش زيهم وكده، بس هم أهله ناس يعني إيه، بخلة. بخلة. تمام. اه. فبصراحة بقى المواقف بقى اللي حصلت بعد الخطوبة بقى وكده وبعد الشبكة، مواقف بقى بصراحة مضايقة أختي بقى ومضايقانا كلنا اللي هي ايه بقى؟ قوليلي. يعني احنا هقول لك بقى، يعني احنا الحمد لله يقال عننا الحمد لله بشهادة الجميع ان احنا ناس كرمة جدا. احنا ما حدش يخش بيتنا الا من الحمد لله. نكرمه اخر كرم الحمد لله. الحمد لله. نبقى مثلا ايه عازمينهم مثلا بقى، وعايزه اقول لك بقى ماما من النوع اللي ايه بقى، امم. بط بقى وفراخ وحمام ولحمه والحاجات دي فاهماني. اه اه يعني عاملين اه. عاملين طيب. عزومة متكلفة. وليمه بقى، عايزه اقول لك احنا حتى يعني احنا كده، هو ده طبعنا ان اي حد اه. يدخل بيتنا هم او غيرهم كده فاهماني. امم. هم مثلا بقى يردوا العزومه مثلا او يعزمونا اللي هم عازمينها على عازميننا مثلا على رز وسلطه، حاجات كده يعني فاهماني. لا لا، واحدة واحدة بجد، قوليلي بجد، قوليلي اللي حصل. اه يعني انتوا يعني اول مثلا عزومة انتوا عزمتوهم، اول عزومه بقى دي كنا عملتوا عاملين اشكال لهم والوان. اشكال. وعايز اقول لك اه ماما بقى من النوع اللي بتربي بقى ديك رومي بقى وبط اه. والحاجات دي. اه. عزومه بقى يعني عايز اقول لك ما شاء الله حاجه كده. وهم هم بقى برضو جم عزمونا بيربوا. بعدها. ايه بيربوا. يعني احنا على عندهم فكره الخير في احنا البيت. احنا على فكره احنا في ارياف يعني، عموما تمام. يعني تمام. احنا في ارياف وهم ارياف برضه. حلو، فهم عندهم برضو الخير في البيت، يعني لو عايزين يذبحوا هيروحوا يذبحوا وينظفوا ويعملوا الاكل. بصي هقول لك حاجه، هم كانوا عاملين مثلا ايه، يعني كانوا عاملين ايه فراخ او بط، بس مثلا ممكن تبقى الفرخه كيلو مثلا او كيلو ونص فاهمه. يعني لان حاسين المنظر. الحاجات كده عينات كده. عينات اه. ورز بسمتي. اه. رز مثلا بسمتي وسلطه، يعني حاجات كده يعني احنا عاملين ما شاء الله حاجه كده مالين السفره، ونروح نلاقي شويه اكل كده حاجات كده عينات كده. طيب ده موقف، وبعدين؟ تمام. مم. يعني نلاقي مثلا في عيد الكلام ده الام كان في مثلا. رمضان؟ الكلام ده الفترة دي اه. مم. عيد الأم مثلا نلاقيهم جايبين عيد مثلا الام ايه. اهو كان من كام يوم، عمل ايه؟ كان من فترة هم بس هم اللي جوهم الأول، ماما بقى ايه عزمتهم الأول وجوهم وكده، مم. وكانوا جايبين عيد الأم. تمام. اه.
جايبين عباية مثلا كده لماما، عباية بصي ما تعملش 150 جنيه وحياة ربنا. مم. عباية يعني تمام. شكلها انتوا عارفين تمنها انها ما تكملش اه 150 جنيه. عباية ما تكملش عايزة اقول لك ماما اصلا من النوع اللي يعني ايه، اقل عباية عندها ممكن تعدي بس ال1000 هو جنيه في عباية في عبايات السمرة. دلوقتي لسه ب 150 جنيه اصلا. يتهيألي ما احنا من كتر ما هي مش قيمة ولا حاجة خالص اه. ولا منظر ولا خامة، فاحنا بنقول كده. امم. تمام. وهم اصلا شايفين نظامنا عامل ازاي. على فكرة عايزة اقول لك احنا مش فوق قوي الحمد لله، بس احنا مستورين الحمد بس لله. انتوا الحمد لله عايشين كويس. اه عايشين كويس، بنلبس كويس، بنلبس لبس شيك اختك بقى كويس كانت جايبه يعني. هديه لحماتها. اه اختي بقى من كام يوم برضو كده جبنا اه. لها، احنا بقى يعني احنا بقى ايه يعني هم جابوا لنا الاول بقى الهديه دي، جت بقى ايه ماما بقى تجيب الهديه. فاحنا بصراحه اختي متضايقه من اللي بيحصل، اختي مخنوقه قوي، احنا عماله اه. تقول هم يعني مش بيجيبوا لنا قيمتنا، هم ازاي بص لنا البصه دي، هم يعني فاهماني. امم. فطبعا ماما بقى من النوع اللي تقول ايه لا احنا نودي قيمتنا، احنا ما نجيبش زي ما هم جايبين. اه ملناش دعوه بيهم، احنا اه بنتصرف احنا بقيمتنا احنا. تمام. ماما من النوع اللي هي فاهمه. بصي ماما عاقله على فكره، انا والدي متوفي، امم. فماما عاشت علينا وربتنا وكبرتنا وجوزتني وبتجهز اختي اهيت وكده بصراحه يعني ماما طيب جدعه او العريس ماما بقى، ست صحيح. العريس مش يعني مم. اللي اهله بيأثروا فيه هو ما يقدرش يبقى كويس كده ويكملوا؟ عايزه اقول لك حاجه بقى، احنا بقى محتارين في الحته دي. هو بصي هو مش بخيل، مش هنكذب عليه يعني، امه هو مش زيهم، بس هو قابل باللي بيعملوه، يعني ايه مش قابل بخيل؟ ايه بتصرفاتهم دليل، دي. ايه دليلكم انه مش بخيل؟ يعني بصراحه اما بيجي جاي زياره مثلا امم. لوحده بقى تلاقيه جايب، يعني هو من غيرهم كويس لكن بيهم بصراحة تلاقيه يعني ايه امم. موافق على الحاجات اللي هم بيجيبوها وكده. امم. يعني تمام، يعني لما بيكون مثلا جاي بيبقى جايب بصراحة بقى جاتوهات، تورتة، مش عارفة ايه، هدية، الحاجات دي. بس من النوع اللي هقول لك حاجة برضه، من امم. النوع اللي ايه بيتكلم على الحاجة اللي يعني عايز بقى ان هو جايب حاجة اهو، عايزك تقعدي تشكروا له فيها سنة قدام، فاهماني. اه يعني انا جبت لك مثلا هديه، اقعدي بقى قولي لي ده حلوه ده جميله لا ده مش عارفه ايه ده، فاهماني. هو انتوا ليه مستعجلين يعني؟ يعني اختك بالنسبه لكم ايه يعني؟ مش هي لسه في كليه بتدرس؟ اه يا طب لسه فاضل لها سنه ليه سنه مستعجلين؟ وتخلص. والله احنا مش مستعجلين، هو العريس جه فيعني ايه كذا حد بصراحه قالوا هو ده شغال ايه محترم واخلاق العريس؟ واحنا ايه. العريس هو شغال ايه؟ شغال في شركه، يعني شغال في شركه كويسه. امم. وشقتها هتبقى مع فاحنا العيله؟ قلنا هي شقتها مع يعني في بيت عيله مع اللي حماتها، هم بس الناس شقتها البخلة لوحدها. دول. فجينا لما اختي ما شافت التصرفات دي بصراحة، هي امم. كانت الاول هتقعد مع حماتها وكده، امم. اكمنه يعني ايه، هو ولد وولد معاه، بس الولد التاني متجوز بره يعني. لما شافت التصرفات دي قالت ايه بقى؟ يعني كانت عايزة بصراحة تفرفش الخطوبة وكده. امم. وكذا حد قال لها هو كويس، هو إن كان عليه هو كويس وكده، فقالت خلاص لو هقبل إن الجوازة تمشي امم. هقعد لوحدي، يعني هبقى لوحدي مش مع يعني يجيب حماتي لها وكده. بقى شقة بره؟ لا ممكن تقعد في شقتها اللي هي مع حماتها دي، بس تبقى لوحدها بقى طيب دي حاجة يعني هتقدر، تبقى. ودي حاجة هتقدر مم. تنفذها ازاي يعني؟ ما ممكن يقول لها بعد الجواز يقول لها انزلي عند امي، هتقول له ايه؟ هو بصراحة عايزة أقول لك يا أستاذة مروة، هو شخصية 50% كده، هو يعني حتى دي برضو مش عاجبة، النقطة دي مش عاجبة أختي برضو. طب انا شايفة ان انتوا مطلعين 50 عيب ومكملين. انتوا يعني هو من النوع اللي احنا كلنا شايفين ان اختي شخصيتها اقوى منه بكتير قوي، طب يعني يا احنا حبيبتي، برضو. لما بقى اختك مم. تبقى عندهم ويجي هو امه تقول له مراتك فوق متبغدده وقافله على نفسها وما بتنزليش وما بتعمليش، هتقدروا تحكموه؟ هيقول لها انزلي روحي لامي، هترجع غضبانه؟ ولا هو لما بص... تنزل تقعد عند امه تقعد بالساعات وهم الاكل على القد، فالبت تبقى قاعده بطنها بتتقطع من الجوع وما بتاكلش؟ هنعمل فيها ايه دي؟ هو
هو بصراحة هو مش من النوع اللي هو كده، يعني مش من النوع اللي هو، يعني هو من دلوقتي مثلا أختي من كتر التصرفات دي، فهي بصراحة بتعامله معاملة مش مثلا إيه اللي هي بقى مثلا برقة معاملة المخطوبين دي، لأ بصراحة يعني إيه، هي ما بتحبه. بصي يا بتعامله حبيبتي، بطبيعتها. بصي يا حبيبتي، مم. هي هو جواز تقليدي. هو جواز مفروض ان احنا بنعرف بعض، فمن الصفات الحلوة اللي في بعض بنحب بعض. اه فهو تمام. مفروض ان هي بتكتشف وهو بيكتشفها. اللي اكتشفته مش مطمنها، اللي هي اكتشفته اه تمام. مش مطمنها. فعشان كده هي مم. دلوقتي قاعدة مذبذبة محتارة، أكمل ولا ما أكملش. طب هو كويس لكن أهله مش كويسين، هو كريم لكن أهله بخلة. طب هو ممكن يكون زيهم ولا مش زيهم؟ طب لما أنا أعيش في وسطهم. يا جماعة احنا دايما بنقولها، وأنا دايما بقولها وانتي بتقولي أنا متابعة. النسب مش راجل لوحده ولا ست لوحدها، دول عيلتين بيخشوا في هو بعض. وانتي أدرى أكيد يعني ومتجوزة وفاهمة. عيلتين أكيد بيخشوا في بعض. بص حضرتك، احنا اللي احنا شايفينه يعني الولد غلبان قوي، يعني مفيش احنا حاجة بنقوله هو اسمها احسن من غلبان، غيره. واحنا ليه عايزين واحد غلبان؟ احنا عايزين واحد مم. محترم بيتقي الله، ما عندوش، اتربى في بيت فيه كرم، فيبقى انسان كريم. مش بنقول المبالغة اللي مم. انتوا بتعملوها انتوا غلط وهم غلط. ان انتوا تعملوا 3000 صنف، هو انتوا غلط. احنا مش بنبالغ والله، هي دي حياتنا كده، هو احنا كده، حلو. ده بيتنا كده تمام، وحياتنا كده، وربنا متربيين على يوسع. كده. ربنا يوسع على الجميع مم. يا رب. وطبعا انا مش هفكركم، وانا عارفه انه اكيد انتوا بتعملوا مم. خير، بس برضو افتكروا حق ان في مم. ناس ممكن ما يكونش معاها ومش لاقيه، فلازم دي تكون قدام مم. عينيكم. وهم كمان غلط. مم. يعني انا مفروض ما ينفعش حد يكون جاي لي واحنا في عاداتنا وتقاليدنا المصريه بنحب قوي المظاهر، ان احنا نظهر اه. احسن ما عندنا وبنجيب احسن ما عندنا. ده في ستات بتتداين عشان تعمل العزومه الحلوه المشرفه لخطيب بنتها او جوز بنتها. فلما يكون اه الله هما ينور عليك يا حضرتك. بيتعاملوا بالقد قوي كده، يبقى احنا داخلين على تعب، داخلين على بص عذاب. حضرتك حاجة، احنا مش باصين للأكل بس، احنا بنبص للتقدير طبعا بس، هي تقدير. مش قصه اكل يا اه. حبيبتي، انتوا مش اه محتاجين احنا قدرناكوا، الفرخه فمش شايفين تبقى تقدير. كيلو من كيلو، انتوا مش محتاجين ده. احنا اه بنتكلم تمام. في اه. اساسيات. بعد كده اختي هتتعب ولا لا؟ اه هتتعب. ايه دليلك انها هتتعب؟ هتتعب لان الطقوس اللي انت حكيتيها تخوف وتقلق. في اه. ناس تانية ممكن تقول لي ايه يعني، ايه المشكلة؟ الناس يعني هم على قدهم. لا، انت بتقولي مش على قدهم، وبتقولي ان هم تمام. كويسين. البخيل انا بخاف منه، وبخاف منه فوق عايزه ما اقول لك، هم تتخيلي. هم شارين بيوت واراضي وبتاع، بس مش باين عليهم حاجه ايوه، في ناس خالص، مش باين كده، في عليهم ان ناس هم معايا. عندهم فكرة ان اه. انا التكنيز، كل ما احوش اكتر كل ما انا هشتري بيت، يبقى الفلوس محطوطة في حاجات مهمة. الاكل والشرب دي اخر حاجة نفكر فيها. ولكن اه. هم يعني فعلا كده. من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. تمام. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. والله مثل حضرتك من عايزه اقول اكل لك حاجه، احنا الايمان. كنا، احنا جينا نروح نودي عيد الام وكده، واحنا بقى ماما جايبه حاجات بقى، وحاجات ما شاء الله فخمه وكده، امم. ورحنا لقيناهم عاملين لنا عصير فروتي. اه. وانتوا كنتوا عازمينهم على والله. الاكل بالعبايه ام 150 جنيه. اه حقيقي والله. وطبعا مامتك جابت هديه كبيره وهديه مكلفه. ماما، اه لا ما شاء الله جايبه، هي بتقول اشرف بنتي، يعني انا ما بعملش بصي يا يعني زي ما بنتي، هما بيعملوا. انتي مامتك دي مم. على عيني وعلى راسي، ودي كفايه يعني ربة ايتام، وربنا يكرمها ان شاء الله، وهي رفيقة النبي باذن الله في الجنه ان شاء الله باذن الله. فربنا يديها العمر والصحه. ولكن يا بنت الناس، الجواز مش حاجة سلق بيض أو فكرة أصل الولد غلبان. احنا مش عايزين واحد غلبان، احنا عايزين واحد محترم ويكون عنده دين وعارف ربنا، ويوم ما هيتجوز هيصون بنت الناس دي وهيعيشها على الأقل زي المستوى اللي هي عايشة فيه، مش أقل من المستوى اللي عايشة فيه. لكن انا اكون مدخله بنتي في ناس بتحسبها بالورقه والقلم، وكل ما نحوش هنجيب البيت الفلاني والارض الفلانيه، اول حد هيتاذي هي اختك، لانها عايشه معاهم في نفس البيت. لانها لو جاعت ونزلت عندهم هم بيحسبوها بالطاقه وبالوجبه.
في ناس كده، في ناس كده، والناس دي على فكرة هم أكتر ناس خسرانين، اللي بيحسبوها بالطاقة وبالوجبة. احنا كنا ايه النهاردة وبكرة لا ما ناكلش كده. احنا نحافظ على نعمة ربنا، نصون نعمة ربنا، ما نرويش حاجة، نبقى الناس عارفين ربنا وبنمشي ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يبقى التلاجة فيها أكل وأروح أعمل أكل جديد، ده سفه وافتراء. لكن على الأقل البني آدم يبقى إنسان مع نفسه ومع عياله ومع اللي ليه. لما يكون في عزوم أو ناس لازم أكون طالعة بمستوى، زي ما الناس أكرمتني أنا أكرمها، زي ما الناس ضيفتني أنا أضيفها. لكن فكرة إن أنا مراعيش المنظر، هو كمان مش واخد باله من منظره. يعني ممكن انت سامعاني؟ مع حضرتك يعني ايوه. هو ممكن هم يكونوا مش فاهمين، فهو كان ممكن يرد يقول لهم انتوا شفتوا الناس عملت واحد اتنين تلاتة اربعة، مش هينفع يا ما جماعة، هو لازم ده اللي محيرنا نعمل سفرة. حضرتك. هي اه. مش محتاجة حيلة، هو موافقهم على اللي هم اه. فيه. هو شايف ان هم اه. اه، ناس ما هو عادية. ده ليه؟ لانه اتربى في الجو ده. على فكرة هو الراجل حقيقي. اه. هو مش مستغرب. انت مستغربة ليه؟ عشان انت اه. ما تربيتيش كده، تمام. فعشان اه. كده استغربت. لكن هو مش مستغرب، هو مش مستغرب العباية ب 150 جنيه. هو ممكن يكون اه. اه. مستغرب انتوا ازاي بتجيبوا عباية ب1000 جنيه، ايه الهبل ده. هو ممكن يبقى شايفكم انتوا هبل وعندكم سفه. اه. اه. حقيقي. ما ولا حاسبها بقى، الواحد حقيقي. بيجيب قيمته مش حاسبها الحسبة دي. هو حاسب فيه هدية يبقى اه. بجيب اي حاجة، المهم بسد خانة، بسد ده خانة. حقيقي والله حقيقي. عايزه اقول لحضرتك كانت جايبه مع العباية اللي ب 150 جنيه دي كيلو موز و... وكيلو تفاح. طيب هما كيلو. دول اه. مقدرتهم، دول دماغهم، دول حياتهم. انتوا اه. هما اه. غلط؟ لا مش غلط، بس ممكن يبقوا في ناس شبههم يرضوا بده ويبقوا شايفين الله ده جميل قوي. انتوا بقى عشتوا عيشة معينة، واخدين على وضع معين، بتاكلوا اكل معين، مستورين بشكل معين. فبالنسبة لكم ازاي اختك هتقدر تعيش كده؟ لا، لانها ما عاشتش كده. الجواز لازم يبقى فيه حقيقي. تكافؤ. انا بص تغاضيت عن فكرة انها في كلية وهو دبلوم، قلت مش مهم لو هو محترم، لكن التكافؤ بقى هنا. انا عشت بوضع معين، باكل اكل معين، بشرب شرب معين، وهتنقل لعيشة تانية هتلاقوها جاية لكم بعد اسبوع بتشد في شعرها وبتقول لكم بصي الحقوني حضرتك وانقذوني. له اخت، يعني الاخت كانت جايه معانا واحنا بنجيب لها طقم الشبكه بقى. بيبقى هنا عندنا هنا في الارياف بيبقى في طقم شبكه وكده. اه. بصي حضرتك مش مكسوفه مني، انا كنت معاهم طبعا، مش مكسوفه، كل حاجه عايزه تفاصل فيها، كل حاجه عايزه. اختي دي متجوزه برضه، اه مش ان هي لسه عايزه. كل اخت ديت كل حاجه عايزه تفاصل، عايزه توفر لاخوها، عايزه مش عارفه يا ايه. اخت ستي دي دي حاجة بقى على طول عادية، دي حاجة عادية. آه. تفاصل بتوفر، هيبقى عاملة فيها شاطرة وناصحة، مفيش مشكلة. ما هو اللي زعلني بقى يوميها ان هو كان برضو موافق على كده، يعني هو كان قابل حاجه زي كده. ايوه، ما هو بالنسبه له هي بتفاصل لي، يعني هي مصلحه ليا في الاخر، بس مش دي القصه. يعني ما عادي بصش لشكله مثلا ابقى وكده. عارف ان اللي قدامي بيضحك عليا او مغلي عليا ففاصل لاخويا، دي عاديه. لكن بتكلم في مم. اساسيات، بتكلم في اكل وشرب وحياه وهدايا وحاجات، تفاصيل انت حكيتيها تخوفني على اختك، تخليني احس انها مش تمام. هتعيش تمام. مرتاحه. فطالما احنا على البر، وانت بتقولي هو انا جايه قبل ما تمام. الموضوع يكبر، هي ما بتحبوش، يعني هي حقيقي. اه. مش بتحبه الحب اللي يخليها تقعد تبكي وتعيط وتقول يا ده انا لا لا استحقها. خالص. لا لا. مش فارق، لا طالما خالص. مش فارق يبقى كمل ليه، واختي لسه صغيره. ماليش دعوه بقى ببنت فلانه اللي اتجوزت وبنت علانه اللي عندها عيلين، خلينا في اختك. بص حضرتك احنا عندنا عقده بس شويه، يعني ايه، ان مثلا لا قدر الله يجي لها شخص مش محترم ليه بيشرب زي ليه اللي ليه ليه بنسمعه ليه اليومين دول. وليه؟ يعني انتوا ناس محترمه وعارفين ربنا، هيجي لكم ليه واحد وحش؟ بتقول امك ست كريمه وربتكم وتعبت اه عليكم، الحمد لله. يعني احسنوا عايزه ظنكم اقول لك احنا بالله. ما فيش حد في عيلتنا، انا ليا 8 اعمام، ما فيش حد فيهم بيشرب سجاير. ابويا الله يرحمه ما طب كانش يا بيشرب. ستي زي الفل اهو. اه يعني يعني احسنوا الحمد الظن لله. بالله يجي لكم حد شبهكم.
لكن انا عشان فهو خايفه ده. اختي يجي لها واحد بيشرب ارميها لواحد اهله بخله وهو بخيل، وهو اكيد هيبقى غصب عنه هيبقى زيهم، لانه عاشرهم وعايش معاهم. اه، فارجوكي احنا هو لسه على هو البر. دلوقتي مش ظاهر. هو مش ظاهر قدامنا، لكن احنا ما هو خايفين باين، برضه يكون احنا هو. مش محتاجه انه يظهر، مم. المواقف اللي انت حكيتيها تكفي. عشان بس ما نظلموش، هو يا بصراحة ستي لحد هو دلوقتي مش على ظاهر راسي، هو 100%. على راسي، 100%. اه. انا ماليش دعوه، ظاهر تمام. 70% هيظهر ال30 بعد الجواز. هو على راسي. احنا مش مهم هو، واحنا ربنا مدينا عقل ليه؟ عشان نقيم الامور، نعرف احنا هنقدر نعيش العيشه دي ولا لا. وانا قلت لك وباكد تاني، ممكن الناس دي عندنا مع ناس تانية يقولوا لك دول زي الفل. العيب مش عندهم ولا العيب عندكم، كل واحد اتربى بثقافه. انتوا اتربيتوا ان لما يجي لكم ضيف يخبط، امك لو اخر فرخه على السطح هتاخدها وتذبحها وتظبطها وتعملها وتحطها في وسط السفره وتقول له كل الف هنا وشفا. انتوا اتربيتوا كده، هم اتربوا لا، في اولويات. ناكل 3 4 5 مرات في الاسبوع اكل ارداحي، ويوم واحد ناكل زفر. في ناس كل واحد حسب ما اتربى وحسب ما اتعود وحسب ما طلع، ولا دول غلط ولا دول غلط. القصة هنا أختك باللي عاشته باللي اتربت بالأكل اللي انتوا بتعملوه بالخير بيه كل ده، هتقدر تتنقل للعيشة دي؟ الإجابة لأ. بعد ما نتجوز هنعيش بقى المرار كله، وبعد ما تتجوز هترجع تقولك يا ريتني، وتكون جابت عيل أو 2، وساعتها هتندم. وساعتها حماتها تقول لها انزلي اقعدي معايا، تنزل تقعد معاها تبقى جعانة مش عارفة تقول أنا جعانة، مش عارفة تعيش العيشة دي لأنها مش واخدة عليها. فالتكافؤ في الجواز مهم، مهم ابقى عيلتي شبه عيلته، مهم ابقى حاسه ان انا وانا في بيتي اكني في بيتنا. انت كمان في نقطه مهمه جدا، شخصيته مش قويه، ودي خوفني عليها جدا، لانه بعد الجواز هيبقى ولا ليه لازمه، هتلاقيه لا انطق لا اسمع لا ارى، عادي. امه هتعمل اي حاجه يقولها اسمع الكلام، فهيبقى هو ضعيف. مع عيشة فيها صعوبة أو فيها شح شوية، هتبقى النتيجة إن البنت هتبقى عايزة تجري في الشارع مش عايزة تكمل. ساعتها هنقول لها لا اتجوزي عشان ما عندناش طلاق، حرام عليكي، دي انت معاكي عيلة أو معاكي عيل. طب وليه؟ احنا لسه على البر، لسه على البر، ومفيش حب يعني، ده جواز تقليدي، 1+1=2. طيب اصل انا خايفه اختي يجيلها واحد مش كويس، وليه بتظنوا السوء وتحسنوا الظن بالله عز وجل؟ ليه يجيلها واحد مش كويس؟ بنت محترمه صانت نفسها في كليه، متربيه، اهلها ناس طيبين، مش هيجيلها ليه واحد كويس؟ ما باذن الله زي ما هي كويسه في كويسين كتير. فربنا يا رب يصلح الحال ويكتب لها الخير. طبعا القرب من ربنا هو السبيل والوسيلة اللي بتلخص كل حاجة. يعني كلامي ده أنا سبب، أنا قلت شوية كلام أنا سبب مش أكتر، لكن اللي هيلخص كل ده ربنا عز وجل. القرب من ربنا عز وجل، الاستخارة، انك تستخيروا ربنا، تصدقوا بنية يا رب ظلنا الدنيا. بس انا وجهة نظري ما تكملش، وربنا يعوض عليها بالخير. خلوني